اخيرا 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 عرفنا نجيب مهاجم. ده الواحد حنضل من كتر الركنه يا راجل، من كتر الانتظار. اخيرا تعاقدنا مع مهاجم. مش عارفين نتعاقد مع حته مهاجم. موضوع صعب. هو الموضوع فيه نوش كده. لازم اي منكش في اي صفقه. ايه الصعب انك تتعاقد مع مهاجم؟ اخيرا موديست اهلاوي. سنه واحده هنتكلم عن الصفقه وهنشوف هي هتفيد النادي الاهلي في الفتره دي ولا لا، عشان انا شايف زيطه كبيره حوالين الصفقه وضجه جامده، وانا الحاجات دي ما بتفائلش بيها. حته الزيطه على اللعيب اللي بيجي او الضجه الجامده او النفخه اللي بتيجي للاعب دي قبل ما بيبتدي معانا الموسم وقبل ما بنشوفه، دي بتخضني انا وما بحبهاش. وفي صفقات كتيره كان لنا مثال، في صفقات كتيره عدت علينا. هنتكلم عن الصفقه، هنتكلم عن الفتره القصيره جدا اللي النادي الاهلي تعاقد فيها مع اللاعب، هنتكلم عن المبلغ بتاع الانتقال والكلام ده كله. 1.5 مليون دولار في موسم واحد انا شايفها كتير. لما تيجي تتكلم على لاعب سنه 35 سنه، بغض النظر كان بيلعب فين، وكان بيلعب في بروسيا وبيلعب في اوروبا ومكسر الدنيا، على عيني وعلى راسي، كل ده كلام جميل. انت جايب لاعب سنه 35 سنه منتظر منه ايه؟ الله اعلم. لاعب 35 سنه بنسبه كبيره، مش بنسبه كبيره، هو شطه في اوروبا، يعني هو مستواه في اوروبا خلاص. مفيش نادي هتفكر يتعاقد معاه حتى بدرجه ثانيه في اوروبا، مثلا دوري انجليزي، دوري اسباني، دوري الماني حتى. فانت جايب لي لاعب 35 سنه متعاقد معاه ب1.5 مليون دولار. لاعب كويس في اوروبا، كان لاعب كويس، كان لاعب ممتاز جدا. كواليتي مش عندنا في النادي الاهلي، مش عندنا في النادي الاهلي، انما معانا احنا هيبقى ايه الوضع؟ العلم عند الله. مش عايزين نزيد بدري قوي يا جماعه، نشوف اللاعب الاول بعد كده نحكم عليه. انت جايب اللاعب ده ب1.5 مليون دولار، هيقعد معاك هو موسم واحد فقط لا غير، قابل للتجديد على عيني وعلى راسي، على حسب بقى نسبه مشاركته وعلى حسب اهدافه وعلى حسب الكلام ده كله. انت دلوقتي في سنه واحده دافع لي 1.5 مليون دولار. موليكا كنت هتقدر تتعاقد معاه 4 سنين ونص او 5 سنين ب5 مليون دولار، ايهما افضل؟ ضيف لي كده ان موليكا 25 سنه 26 سنه، لاعب هتقدر تستفيد منه مده اكبر. طب انت ال1.5 مليون دولار اللي تعاقدت بيه مع موديست ده خلال سنه، طب السنه الثانيه هنعتبر اللاعب كسر الدنيا وخلاص والدنيا جميله معانا، وعايزين اللاعب يقعد معانا سنه كمان، هتجدد بكام؟ مش هيبقى اقل اكيد من 1.5 مليون، صح كده؟ خصوصا ان ده لاعب سنه كبير، مش هتقدر تتعاقد معاه سنتين ثلاثه، هي هتبقى سنه اضافيه لا اكتر ولا اقل. فانت هتتعاقد مع اللاعب سنه اضافيه مش هتقل عن 1.5 مليون دولار. كلام جميل، كلام جميل. اذا انت في سنتين دفعت 3 مليون دولار في مهاجم، الله اعلم هيبقى ايه وضعه مع النادي الاهلي. الفكره بقى ان انت كان قدامك مهاجم شاب، وموليكا مهاجم، هو مهاجم النادي الاهلي، سفاح، سنه صغير، هيدر، دريبلينج بالكره، لعيب متكامل. هتجيب لعيب متكامل في البوكس، مهاجم متكامل. انت استخسرت فيه 5 مليون دولار، مهاجم هتقدر تمضيه 4 5 سنين على الاقل. دي حاجه مش مفهومه في اداره النادي الاهلي، دايما بتروح للاسوأ او للادنى، بتدور على مهاجم ب 3 جنيه الا ربع. يا عم ما تنجز، ده قدامك لعيب حلو ب 5 مليون دولار، كلام جميل، هاته. ليه بقى الاستعراض مع عند ميزانيتنا تخطت ال 2 مليار والكلام ده كله؟ الكلام ده على راسي. فين بقى في الصفقات؟ ساعة الصفقات بتشيل ايدك، مفيش فلوس في النادي. فكره ان انت تتعاقد مع اللاعب زي ده في السن زي ده بالمبلغ ده، من وجهه نظري هو فشل. انت جايب الصفقه دي تسكت بيها الجمهور، دي وجهه نظر. انا مش هطلع اطبل وهطلع ازيط زي الزياطين اللي طالعين يزيطوا. انا راجل ليا نظره وليا وجهه نظر، بطلع اتكلم. مش هطلع ازيط وهو صفقه جامده، ده كان بيلعب يا عم في بروسيا وكان بيلعب، يا عم على عيني وعلى راسي. انا ده مع النادي الاهلي هيبقى عامل ازاي؟ الله اعلم. ده مع النادي الاهلي في وجود الاجنحه دي، في وجود معظم اللعيبه اللي لسه مكمله، الله اعلم بظروفها هيبقى عامله ازاي. الصفقه زي ما قلنا صفقه حلوه، صفقه حلوه كاسم وكتاريخ لاعب في اوروبا، جميل. انما معانا لسه يا جماعه. وبلاش الزيطه وبلاش الضجه الجامده دي، بلاش الضجه الجامده دي. فخطوه انك تجيب مهاجم اجنبي هي حلوه ان انت ما كانش ينفع تبدا السيزون بصلاح محسن، الجوليادور السفاح الدون صلاح محسن، ما كانش ينفع تبدا بيه السيزون، خصوصا انه لاعب مش قماشه النادي الاهلي. صلاح محسن هيجي وهيطلع اعاره مش في السيزون اللي جاي، لا ده في الشتاء، في الانتقالات الشتويه هتلاقي صلاح محسن اصلا بره النادي الاهلي، وما اتمناهاش، اتمنى انه يكون استرجل وشد نفسه. ففكره انك تبدا السيزون الجديد بمهاجم واحد ومصري وصلاح محسن، فدي كانت صعبه بالنسبه لي. ايه هي الفرحه الوحيده بالنسبه لي؟ ان احنا مش هنبدا السيزون
بمهاجم مصري وهو صلاح محسن، ان في مهاجم اجنبي، خصوصا ان انت يوم الجمعه عندك ماتش مهم جدا جدا، السوبر الافريقي. مفيش مجال ان انت تتفرج في بطوله زي دي. بطوله بترفعك، بتقربك خطوه من ريال مدريد. بطوله بتقربك خطوه 26 27 8 هوب، البطوله الثانيه هتلاقي نفسك معدي ريال مدريد. بعد كده بتتكلم بغض النظر عن الدوري الكحيان بتاعنا اللي هيبدا ده، بتتكلم عن السوبر ليج الافريقي. عندك السوبر ليج فتره مدعكه كلها 20 يوم، رايح جاي رايح جاي رايح جاي وسفر ومرمطه. فما كانش ينفع ان انت تبدا السيزون بمهاجم واحد. بغض النظر لسه في دوري ابطال افريقيا، لسه في مع النادي الاهلي داخل على مع مش موسم، ده مش موسم كروي، دي مدعكه، دي مفرمه. فكان لازم على الاقل مهاجم. بغض النظر بقى المهاجم هيبقى عامل ازاي، اداؤه هيبقى عامل، شكله هيبقى عامل ازاي مع النادي الاهلي، العلم عند الله. المهم مش عايزين نزيد، مش عايزين نحسس المهاجم ان هو يعني ايه جاي لنا من ريال مدريد على النادي الاهلي، جاي من برشلونه على النادي الاهلي. ما ده غلط يا جماعه، ده غلط. وبترجعوا تقولوا مستوى اللاعب بينزل ومستوى اللاعب. برونو سافيو قعدنا نزيط وبرازيلي واسمر ورقصه مش عارف ايه، في الاخر رجع الدوري البوليفي تاني. فيا ريت نهدى على اللعيبه، ويا ريت ما نحملش اللعيبه فوق طاقتها. نهدى كده على اللعيبه. ما في لعيبه في النادي الاهلي مكمله، طاهر ده مكمل ليه؟ عبد القادر مكمل ليه؟ قفشه مكمل ليه؟ في لعيبه كتيره كملت. انا كنت مبسوط من حته الفلتره، الشريف وشادي والبشريه دي كلها، الناس اللي بدات تمشي دي خلاص بقى ماشيه. انما انت لسه في لعيبه في النادي الاهلي مش مفهوم وجودها، مش مفهوم. انت السيزون كله بتاعك بادئ بيه بثلاث صفقات: امام عاشور، رضا سليم، ومودست. وكل سنه وانتم طيبين. ولا في صفقه صانع لعب، ولا في ظهير ايسر. انت ما تقوليش كريم الدبيس على عينه وعلى راسي، انت راجل مش معتمد عليه. انت راجل ما بتدوش، هي الماتشات بتجيب ماتشات بتجيب مستوى. هو ده ما بيلعبش، هتجيب مستوى منين؟ استنى بقى لما معلول يتصاب تبتدي تفكر ده يبدا ولا لا. في الاخير صفقه جيده للنادي الاهلي، صفقه جيده للنادي الاهلي. ان شاء الله ندعي ان النادي الاهلي يقدر يستفيد بيه الاستفاده الكامله، في ظل ان انت عندك زي ما قلت السوبر الافريقي، وعندك السوبر ليج، وعندك دوري ابطال افريقيا، وعندك كاس عالم للانديه. كاس عالم للانديه يعتبر دي اخر نسخه ليك هتقدر ان انت تلعبها، عشان بس نكون صراحه وواضحين مع بعض. دي اخر نسخه ليك تطمح ان انت توصل فاينل. غير كده الموضوع هيبقى صعب للغايه، صعب جدا. عايز لعيبه فعلا، لعيبه سوبر فعلا، اجانب كلهم. مش هتوصل بطاهر والبشريه دي كلها وعبد القادر وقفشه والناس دي، مش هتوصل بالناس دي. فنتمنى نهدى شويه على اللاعب، نتمنى نشوف اللاعب الاول قبل ما نحكم عليه. سلام.